عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. يعتبر عضو الحملة التفسيرية الرئيس الجمهورية قيس القروي أنه نادية عكاشة كانت إنسانة نكرة وعمرها ما عملت السياسة، ورئيس الجمهورية قيس سعيد هو اللي حملها مسؤولية صلب الدولة. وأضاف القروي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين أنه مهمة مدير الديوان الرئاسي هي مهمة إدارية بحتة ومهيش منصب سياسي كما خيلت لنفسها نادية عكاشة. وكشف القروي أيضا أنه نادية عكاشة كانت تسعى لدور اللعب أدوار سياسية أكبر من حجمها بياسر، وذاك علاش تصدمت وقدمت استقالتها أول ما رفض قيس سعيد مجاراتها. وقال أيضا أنه طريقة عرض عكاشة لاستقالتها على الفيسبوك هي طريقة مرفوضة وغير مسؤولة بتاتا، وكان من المفروض أنها تخرج في صمت وتتحمل مسؤوليتها لآخر لحظة. وتحدث القروي أيضا عن تدوينات تثبت مساندة نادي عكاشة لنبيل القروي في الماضي والحاضر، ومشاركتها في جلسات النداء تونس في الحاضر. في النهاية نشكركم على تفاعلكم معنا في القناة والاشتراك، وإلى اللقاء.